يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ جايه لكم النهارده بمهلبية قمر الدين، بس عملناها بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وكمان مع قطع المشمشية حلوة جدا، طعمها خطير، حلو سهل وبسيط. لو عايزين الطريقة تابعوا الفيديو للآخر. يلا بينا على الفيديو، يلا بينا. ومعايا حبايبي القمر الدين بتاعنا. طبعا كل بيت النهارده فيه قمر الدين، وعايزة أفكركم بحاجة. ده القمر الدين اللي احنا عملناه مع بعض على قناتي، هو موجود في فيديو من الفيديوهات. تمام كده. هنمسك بقى قمر الدين أيًا كانت الكمية، ده ما يطلعش معايا حوالي ربع كيلو، قطع صغيرة جدًا عملنا بيها الحلو اللي شفتوه معايا أول الفيديو. هنبدأ نقطّع بقى كده القمر الدين في بولات قطعات عشوائية، المهم عشان يسرّع معايا إن هو يدوب بسرعة. كده قطّعت الكمية بتاعتي، وهانزل عليها بكوبايتين كبار مَيّة سخنة، لازم مَيّة سخنة، وهاسيبه لمدة ساعة، وبعد ساعة أرجع لكم. وبعد ساعة حبايبي أنا خدت القمر الدين وحطيته في الخلاط ودوبته بالشكل ده، شايفين شكله؟ يلا مع بعض نكمل خطواتنا. هنجيب كده حلة نحط فيها القمر الدين بعد ما فرمناه في الخلاط، وهننزل عليه بالسكر بتاعنا. السكر هنا التحلية زي ما انت عايزة. أنا هحط حوالي ربع كوباية سكر صغيرة وأدوبه خالص، وهاكون مجهزة معايا النشا. هنا معايا معلقتين نشا كبار، على كل كوباية قمر الدين عليها معلقة نشا، وأقلب النشا مع قمر الدين لحد ما يدوب خالص معايا ميبانش قدامي. طبعا كل دوت على البارد، مترفعش لسه على النار. تمام كده، شايفين شكله بدأ النشا يختفي خالص. كده هو جاهز معايا، ويلا نرفعه على النار ونكمل المهلبية. وبكده يا حبايبي أنا رفعت المهلبية بتاعتي على النار، وأبدأ أقلب فيها كده، طبعًا ما اشيلش إيدي من عليها لحد ما آخد القوام المضبوط. تمام، بصوا شكلها كده، هي ما بتاخدش كلها على بعضها 5 دقايق، جميلة جدًا. ويلا كده يا حبايب قلبي وأنا باقلب في المهلبية، لايك بقى وشير وكومنت تشجيعي، تقولوا لي بتابعوني من أنهي بلد. شايفين كده بصوا، قوامها جميل شايفين؟ ما خدتش حوالي 5 دقايق على النار، بس هادّيها كمان دقيقتين بإيدي فيها كده، كدهوّة حلو أوي. طبعًا لازم أحطها في البولات وهي سخنة، ما استناش لمّا تبرد، يعني تبرد معايا وهي جوه البولات. حلو أوي كده، كده جاهزة معايا وهاطفي عليها، ويالّا نكمّل المهلبية بتاعتنا. وكده يا حبايبي المهلبية جاهزة معانا، شايفين سخنة إزاي؟ طبعًا هنجهزها في البولات وهي سخنة كده. هانزل عليها بقى إيه طبعًا حسب الرغبة، بس الخطوة دي بتخلّي طعمها خطير. هاقطّع شوية مشمشية وهاحطها على المهلبية قبل ما أحطها في البولات. طبعًا كلنا بنعرف نعمل مهلبية قمر الدين، بس خطوة المشمشية دي القطعة دي بتخلّيها تروح مكان تاني خالص. بجد حاجة كده عظمة، لمّا تبرد وتخش التلاجة تيجي تاكلي منها تلاقي في قطع أنتِ بتاكليها كده جميلة جدًا، بتبقى طعمها خطير. شايفين كده شكلها؟ ادي البولات بتاعتنا، وهننزل عليها قطع من على الوش، وطبعًا عشان تبان هندّيها رشة جوز الهند، شايفين؟ حاجة كده عظمة. وبعد ما جهزت البولات بتاعتي ده شكلها، شايفين؟ هابدأ أدخّلها بقى التلاجة علشان تبرد معايا تقدّم وهي ساقعة. بجد جامدة جدًا، سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكِ وقت خالص، مش هتكلّفِك أي حاجة. حلوة أوي، أوي، والفكرة جديدة وهتعجبكم جدًا، بس جرّبوها على طريقتي، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يا جماعة اللايك بيرفع الفيديو، ومشاهدة على أقل حاجة 3 دقايق، ولو صغير تكمّلوا كلّه. بألف هنا، وكل سنة وأنتم طيبين. شكل المشمشية خطير، بأمانة جامدة جدًا، خصوصًا أمّا تخش التلاجة تبقى ساقعة كده، حلوة أوي، أوي. يالّا جربوها على طريقتي، وباشكركم جدًا. مع تحياتي ميري أنور، وباقول لكم سلام.